السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، هل الدكتور طلعت زهران يثني على هشام البيلي بعد تحذير جميع مشايخ مصر منه؟ فقد نشرت صوتية له بذلك قبل أيام قليلة، فهل تعلم ذلك عن الشيخ الدكتور طلعت زهران؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الحمد لله عندي الجواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن المعلوم أن الصعافقة الذين كانوا يحيطون بالشيخ الدكتور طلعت زهران منهم بعض طلابه الذين كانوا معه نحو 10 سنوات يتعلمون، وتسجيلات الشيخ الصوتية القديمة عندي بعضها كان يثني ثناء عطرا على هشام البيلي، ويقول عنده نشاط في الدعوة وأنا ضعيف عن مثل هذا الجهد المبذول، وأنا يعني أتمنى أن يكون عندي الوقت والجهد الذي يشرح فيها يعني كتب كثيرة. هذا معلوم. وقت أن كان المشايخ يثنون عليه وأحاطوا به وأرادوا أن يكون يعني مكسبا للدعوة والمنهج، بعد أن ترك أولئك القطبيين في قناة الرحمة، بعد أن طرده حسان ونحو من ذلك. فكان هذا كلام المشايخ. فهؤلاء الصاعقة حينما يريدون أن يسقطوا الشيخ ويثيروا فتنة، لا سيما بعد وفاة الشيخ العلامة الوالد رحمة الله عليه حسن بن عبد الوهاب مرزوق البنا، ويسعى بعض التافهين إلى التفرقة بين مشايخ المنهج في مصر، فبعضهم يتحزب أعوذ بالله للشيخ طلعت، وبعضهم يتحزب أعوذ بالله للشيخ رسلان، وبعضهم يتحزب أعوذ بالله للشيخ خالد أبي عبد الأعلى، وهكذا. فهؤلاء يريدون أن ينصروا بطريقة الشلالية والمجموعات التافهة التي نعلمها ونبصر أمرها قبل وفاة الشيخ حسن رحمة الله عليه. يريدون أن ينصروا شيخا على شيخ، والطلاب هنا يتحزبون ضد الشيخ الآخر، والشيخ الآخر طلابه يتحزبون إلى كذا، وتحدث الفتنة والهرج المرج الذي يسعى إليه ويفرح به الحدادية والقطبيون. هذا مرادهم. فإخراجهم لهذه الصوتية الآن دليل على ذلك. فهي لم تخرج إلا من قبل أولئك الذين كانوا مع الشيخ مدة 10 سنوات، قبيل 2015 وما وقع بعدها. يعني 2013 الشيخ طلعت تبرأ منه بعد أن سعى سعيا حثيثا يعني يعيده إلى الجادة، وطلب من الشيخ الدكتور طلعت، طلب من الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان كثيرا أن يصبر عليه لعله يعني يرجع ولعله يصل بالصلح إلى المبتغى والمرجو. ولكنه بعد ذلك خرج الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان وحذر من هذا الحدادي الخبيث، بعد أن استنفذ الشيخ الدكتور طلعت كل وسائل الصلح مع هذا الإنسان. فدعك من هؤلاء ولا تأبه بهم، ولا تحتاج يعني أن تدافع عن الشيخ، فالأمر واضح بين والحمد لله. فهشام البيلي هذا أجمع مشايخ مصر، ومنشور هذا في أيام الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، على التحذير منه، لأنه لما يعني تكلم فيه الشيخ رسلان إذا به يخرج فيسب الشيخ الإمام الألباني، رجل عنده حول نسأل الله العافية. يعني أنت غضبت من طلعت زهران حفظه الله، كما كان الشيخ طلعت يقول عن نفسه، يقول غضبت من طلعت زهران، لما تسب الإمام الألباني؟ يعني غضبت من الشيخ رسلان، لما تسب بقية أهل العلم؟ هكذا. ونحن نعلم يقينا أنه مستأجر مرتزق منذ أن نزل من السعودية ليدمر المنهج في مصر، واختلط كثيرا بالقطبيين وهو على شاكلتهم، ثم بعد ذلك زعم أنه تبرأ منهم وحذر من حسان، وكان يعني يرد بحنية ورفق على وحيد بالي جاره في كفر الشيخ، على وحيد بالي وهو جار له. ويعني عنده أشياء ليس المجال الآن في الهاتف لذكرها، ولكن يكفي أهل السنة السلفيين أن يبصروا ويعلموا أن هؤلاء يتصيدون في الماء العكر، فإن لم يجدوا ماء عكرا عكروه، قطعوا وبتروا وكذبوا ودلسوا. فكيف وقد وجدوا صوتية للشيء كان يثني على هشام؟ ما المانع وما الجديد عند هؤلاء أن يستغلوها في التفرقة بين المشايخ؟ يقول الشيخ رسلان كذا
والشيخ طلعت يقول كذا، إذا تحزب هؤلاء لهؤلاء وتحزب هؤلاء لهؤلاء، ويخرج أناس يعني أغمار يعني يعيثون فسادا فيسبون الشيخ الدكتور طلعت زهران، وبعضهم يسب الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان، والآخر يريد أن يحرش فيدخل فضيلة الشيخ خالد عثمان، وهكذا. نحن أهل السنة أعني قلوبنا سليمة لأهل العلم، نحبهم جميعا ونحفظ قدرهم جميعا، وما صدر بينهم من أشياء، حتى إن الشيخ الدكتور طلعت اعتذر عن أشياء لبست ودلست وقال لا أذكر أني قلت ذلك، ولكن طالما صدر وطالما نشر فأنا أعتذر إلى أخي الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان، بل واعتذر إلى ولده عبد الله، حتى يغلق الباب على هؤلاء الشياطين. هذا ما عندي والله تعالى أعلم.